عن الفضيحه المجلجل؟ ما سمعتوش؟ تعالى اقول لكم. سي او في شركه كبيره، اوكي، راح حفله كولد بلاي، دي ما فيهاش اي مشكله، بس رايح مع الاتش ار بتاعه الشركه. وطبعا هيجي في بالكم مثلا اتش ار واحده بتشتغل، لا يا جماعه، مديره الاتش ار مع الكاميرا جت عليهم وهم في الحفله، فهم عملوا انهم بيستخبوا من الكاميرا وحاولوا ينزلوا تحت البتاع، بس كانت خلاص الكاميرا جابتهم. فاللي هم عملوه يا جماعه اصلا لفت الانتباه ليهم اكتر في الكولد بلاي، وكل الناس كانت متاكده ان هم بيعملوا حاجه مع بعض. وفعلا اكتشفوا ان هو سي اي او متجوز وعنده 3 اولاد يا جماعه، وهي كمان الواطيه متجوزه. الموضوع بقى على العلن، يعني all over the world بيتكلموا بس عن السي او والاتش ار بتاعته. هستخدم اللون ده مثلا، عايزه اعمل لوك شيمر النهارده، مش عارفه ليه، بس انا عايزه اعمل بجد لوك شيمر. انا اني ما بحبش الشيمر قوي، بس هموت واعمل لوك شيمر يا جماعه. عايزه اقول لكم اصلا شكلها والله العظيم شكلها كبيره اكبر من مراته اصلا. هحط لكم برده صوره مراته. انا بس يا جماعه اللي شايفه كده، ولا انا شايفه مراته احلى منها؟ والله احلى منها، عاديه جدا، حتى شعرها مش صبغاه، متخيلين؟ لون انتقالي على الجفن بتاع العين. الست طبعا مراته المسكينه الغلبانه شالت اسمه من على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولو انتوا مش فاهمين، فالناس لما بتيجي تتجوز في امريكا بتاخد اسامي جوزها، ويعني بدل واحده انا اسمي ساره الاباصيري اتجوزت واحد اسمه مثلا ايا كان، فانا هاخد اسمه الاخراني، ومش هيبقى اسمي ساره الاباصيري، هيبقى اسمي ساره واسم جوزي الاخراني. فهي شالت من على مواقع التواصل الاجتماعي اسمه الاخراني، ده معناه ان هي عايزه تتطلق. فكوكو يا جماعه، الراجل من بجحته رايح حفله ان بابليك، يعني مش فارق معاه لو حد تاني شافهم، وحاضن الست اللي بيخون مراته معاها، وعادي جدا. انتوا مش متخيلين بجد يعني ايه البجاحه دي. يعني انت لو بتخون واحده رايح في حفله، يعني مش رايحين مثلا حاجه متداريه، في حفله قصاد كل الناس، فده معناه ان هو خاين متمرس يا جماعه. وربنا اخيرا كشفه. بيجوا يسالوا البنات انتوا ليه خايفين من الجواز؟ سيمبلي ليه خايفين من الجواز؟ بجد ليه خايفين من الجواز؟ واحد بيخون مراته في العلن قصاد كل الناس، يعني مش فارق معاه اصلا، مش فارق معاه، بيخونها مع واحده وحشه، ملناش دعوه، ده ذوقه، ده اختياره هو، ملناش دعوه. بس سايب مراته الغلبانه يا جماعه مع 3 اطفال في البيت، ورايح يعيش مراهقه متاخره مع واحده ماشي كبيره ووحشه، يعني كبيره يعني انا لو مكانها هتضايق مرتين. اول حاجه عشان هو خني، تاني حاجه عشان هو خني مع واحده وحشه كده. بجد يا جماعه شوف شكلها، بجد مش بتنمر على شكلها والله، بس اي واحده خلطفت رجاله مش كويسه بجد انا بكرهها كده لله في لله، معرفش ليه. بحط نفسي مكان الست وبحس مقهوره، قهرت مراته بجد، قاعده بتربي الاولاد وفي الاخر هو رايح يتسنكح ويتعامل مع واحده تانية في حفله كولد بلاي. يعني بجد انتوا مكان مراته دي هتعملوا ايه؟ هل انتوا هتسامحوا جوزكم وخلاص هتوافقوا بالخيانه وهتقولوا خلاص عشان خاطر الاولاد، ولا هتطلبوا الطلاق زي ما الست تقريبا هتعمل زي ما قلت لكم؟ وبجد صعبان عليا قوي يا جماعه، انتوا مش متخيلين بجد صعبان عليا ازاي. انا لو مكانها يا جماعه هقول لكم انا عن نفسي هطلب وش الطلاق. ليه؟ لان الراجل ده ما يستاهلنيش، وكمان مش مراعي مشاعري، بيخوني ان بابليك. يعني لو حد مثلا شافهم ووش، يعني الحفله دي بجد بيحضر فيها ناس كتير قوي، كان ممكن حد يشوفهم، هو مش فارق معاه، هو مش فارق معاه مشاعر مراته، عادي تولع الست اللي تعبت معاه وشقيت وربت الاولاد هو في كل فرق معاه ان هو يتبسط ويعيش مراهقته. بحب احط التنت ده يا جماعه بجد، ودون جادج مي، بحب احطه بالبيوتي بلندر. ليه؟ عشان ده اكتر حاجه بتخلي الشكل فيري ناتشرال، كانها خدودي. شايفين؟ دي خدودي، ده مش بلاشر ولا تنت، دي خدودي. تحفه يا جماعه، تحفه. التنت ده خطير. بنزود معرفش ليه، بس انا بحب ازود.
دور الماسكارا الخلصانه وعايزه اجيب غيرها يا جماعه، بس بجد بكسل جدا جدا. عايزه اقول لكم ما بقتش بتطلع اصلا. يا خراشي يا خراشي، ان الماسكارا دي كانت اشتري واحده غيرها النهارده يا جماعه وهوريكم. بس بصوا بجد خلصانه خلصانه. وهنحط لوز باودر يا جماعه عشان يخفلنا اللمعه دي اللي في وشنا. بنشيل الاكسس يا جماعه. وبما اني عندي تعويره فكل اللي هحطه ده ومرطب شفايف بس كده. وادي زبدة الشفايف بجد عشان طويلة